يا صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة ولذيذة. هنعمل رقاق باللحمة المفرومة بطعم رائع جدا. هنحتاج مع بعض في البداية 1/4 كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية متقطعة، طماطماية مبشورة، فصين من الثوم، وعندي التوابل ملح وفلفل ورشة من جوز الطيب. هننزل بقى في طاسة سخنة على النار باللحمة لحد ما نحس ان هي بقت كريسبي كده، خدت لون. وبعدها هننزل بالبصلة وفصين الثوم ونقلبهم مع بعض. هننزل بالطماطماية والتوابل بتاعتنا ونسيبهم يتشوحوا على النار شوية. في بولة فاضية هنجيب 2 كوباية من الشوربة ومعلقة من السمنة وكوباية لبن وعليهم نص معلقة من البيكنج باودر. هنقلبهم كويس، وده الخليط اللي هنسقي بيه بقى القطع بتاعتنا بتاعت الرقاق. نبدأ نسقسق كده واحدة واحدة. هنجيب صينية مدهونة بالزبدة بتاعتنا ونحط بقى واحدة ورا التانية، ونبدأ بين كل واحدة نحط من جزء من الزبدة مع القشطة، ونحط حوالي 5 طبقات من تحت. وننزل بقى باللحمة المفرومة ونحاول نسيب الأطراف شوية، ما نطلعش عليها اللحمة المفرومة، يعني نفرش اللحمة من غير الجزء الخارجي خالص. ونكمل بقية الطبقات عندي ونحط على الوش بقى الزبدة والقشطة بتاعتنا ونقطعها. وهجيب عندي نص كوباية من الخليط اللي كنت بسقي بيه وهحطه في الصينية، وهسيبه حوالي 10 دقايق كده يتشرب، وبعد كده في الفرن. وألف هنا.